عارف ليه كل ما تحاول تتغير ترجع أسوأ من الأول؟ طب ليه دايما بيحصل كده؟ في الفيديو ده هفهمك السبب الحقيقي وازاي تقدر تحل المشكلة دي خطوة بخطوة من غير ما تضغط نفسك. ده محمد صحي الصبح النهارده وقال انه هيبدأ رياضة من النهارده وانه هيستمر على الجيم. لبس هدوم الرياضة وراح النهارده فعلا ساعتين تمرين، وتاني يوم نفس القصة راح ساعتين تمرين، بس جه عند تالت يوم ورابع يوم كسل يروح، وبعد كده بدأ يحس بالإحباط لما لقي نفسه رجع زي الأول وما بقاش يروح التمرين. المشكلة هنا عند محمد إن ما كانتش إرادته ضعيفة، لا المشكلة كانت في شحنة الحماس اللي خلصت بعد يومين. هو اللي كان عنده إحساس البداية اللي كان مشحون بالحماس، وده اللي بيحصل عند الكل، ودي حاجة طبيعية جدا إنها تحصل لك، ولازم برضه تكون عارف إن كل الناس مرت بده. شعور خلاص هبدأ، دي آخر مرة، ده أنا هتغير من النهاردة، كله ده بيحصل عند كله، وطبيعي ترجع بعد ما تحاول تتغير. وده ليه؟ لأنك كنت عايز تتغير تغير جذري في حاجة معينة من أول يوم، خليت الحماس هو اللي يتحكم بيه، بدل ما تروح تبني عادة صغيرة يوميا واحدة واحدة علشان ما تخلقش عندك حماس. فأنت تحاول تبني روتين صغير من بداية أول يوم، وما تحطش اعتمادك كله على حماس البدايات وإنك عايز تتغير تغير جذري، لأن اللي بيتحكم بيك هنا هو الحماس مش الإرادة. الطبيعي إنك لازم تاخد خطوة صغيرة واحدة واحدة، ومع الاستمرارية هتتغير تدريجيا. ثانيا، هو ليه الحماس بيختفي بسرعة؟ محمد هنا كان عنده كتاب عايز يقراه، فابتدى أول يوم بحماس وخلص 100 صفحة، من تاني يوم ما قدرش يخلص غير 20 صفحة، وابتدى يحس بالملل لحد ما ساب الكتاب خالص. فهنا اللي حصل لمحمد إنه حط دماغه تحت ضغط وهو مش متعود عليه، فمع محاولة الاستمرارية ابتدى الحماس يقل. بدل ما يصنع عادة يومية 15 دقيقة يوميا قراءة والموضوع هيبقى أبسط، هو ضغط على دماغه، ويعتبر في تاني يوم ما كملش. وده اللي غالبا بيحصل معانا كلنا في أي حاجة علينا المفروض نخلص، إن الواحد يحط نفسه تحت ضغط في الشغل أو الشيء اللي عليه، وتاني يوم على طول يمل منه. وهنا اللي بيحصل ان دماغك بيحس بالضغط فبيبدأ يقاومك بالكسل او بالخمول او بالملل. والسبب الحقيقي هنا فعلا مش كسل، السبب الحقيقي هنا فعلا انك بتكون حاطط على نفسك ضغط وتوقعات كبيره انت المفروض هتعملها. زي محمد اللي كان عايز يخلص كتاب 600 صفحه مره واحده، بسبب التوقع الكبير اللي حطه على نفسه وهو مش متعود عليه، مل من تاني يوم وما كملش، وبعد كده ابتدى يرجع يحس بخيبه الامل والاحباط. وهنا اللي المفروض محمد كان لازم يعمله انه كان يركز على المهام الصغيره اللي هو يقدر يعملها، زي انه يقرا مثلا 20 صفحه بس يوميا، وانه يحسس نفسه بالانجاز يوميا، يعني تنجز حاجه صغيره بروتين صغير فانت تحسس نفسك بالانجاز فتفرح. والاستمراريه تفضل تزيد في الشيء ده تدريجيا لحد ما تقدر تصنع العاده دي عندك وتبدا تتغير في شيء معين انت حابب تتغير فيه. وحاول ما تستناش الحماس او ما تخليش اعتمادك على دفعه الحماس اللي المفروض هتجيلك في اول يوم. المفروض الواحد عشان يتغير في حاجه بيبدا فيها واحده واحده وما يضغطش نفسه فيها، ولو حاول يعملها مره ووجع يحاول يعملها تاني عادي، ما يحسش بالاحباط، لان طبيعي ان الشيء ده بيحصل لكله انه يحاول ويجي، ولكن المهم انك تستمر لحد ما توصل للي انت عايزه. ثالثا، ايه هو السبب الحقيقي اللي محدش فعلا بيقوله لك؟ محمد هنا كان شخص تخين، وقرر في يوم ما انه هيرجع رشيق ورفيع زي الاول، وقرر مره واحده انه هيخس. محمد هنا من عاداته اليوميه انه بياكل سكريات، فقرر انه يقطع سكريات مره واحده، وابتدى اول يوم وفعلا عرف يمنع نفسه 100% وما كلش سكريات. ثاني يوم رجع وكل سكريات تاني. طب هنا ايه اللي حصل؟ هو هنا يعتبر كان بيحاول يحارب دماغه، بدل ما يحاول يحارب العادات اللي هو بيعملها حارب دماغه. ليه؟ لان دماغه اتعودت على النسخه القديمه بتاعته، فاي تغيير جديد مفاجئ دماغه بتقاومه، زي انه شخص متعود يعمل شيء فمش عارف يمنعه مره واحده، فلو منعه مره واحده يحس انه مفتقد حاجه. والصح هنا اللي المفروض كان يعمله ان يبدا بتغيير صغير في العادات يوميا، ان يبدا واحده واحده، يعني انه ما يتغيرش مره واحده، لان مفيش حد بيتغير مره واحده او الموضوع بيبقى صعب جدا. واللي بيحاول يتغير مره واحده بيرجع يرجع ويحبط وما يحاولش تاني بسبب انه حاول يتغير مره واحده على طول. فالمفروض محمد هنا كان يعمل ايه؟ كان يبدا يقلل سكريات واحده واحده، بدل ما هو يوميا بياكل مثلا اجمالي السكريات اللي بياكلها نص كيلو يخليهم ربع كيلو، واحده واحده يبدا يقلل فيهم لحد ما يبدا يقطع العاده دي من يومه، واللي هي اكل السكريات. وخليك عارف انك لما تحاول تغير نفسك مره واحده وتجع، ده مش ضعف اراده، السبب هنا بيكون الحمايه النفسيه للذات، ان دماغك بتحاول تحافظ على شخصيتك القديمه، بتحس ان ده تهديد ليها فبتقاومها، فانت كده يعتبر بتحارب دماغك. فلا، المفروض الواحد يفهم دماغه واحده واحده يبدا يغير العاده من يومه، ما يعاندش دماغه، ويركز واحده واحده انه يعدل الهويه الداخليه مش السلوك، ويستعمل لغه انا بتحسن يوميا، يعني مش لازم يتغير مره واحده. رابعا، ليه كل مره بترجع تحس نفسك اسوأ من الاول؟ وده احساس بيجي بسبب جلد الذات المتكرر، وبسبب انك بتقارن نفسك بناس تاني في نسختهم المثاليه. فالمفروض تقيم نفسك بالاستمراريه مش بالنتيجه، لان النتيجه مش هتيجي على طول. والمفروض برضو تركز على التحسين اليومي الصغير، انك تبدا تتحسن واحده واحده تدريجيا، لانك من الصعب جدا انك تتغير مره واحده. واستبدل النقد الذاتي اللي جواك ده بوعي وفهم لنفسك،
خامسا، ايه هو الغلط المشترك اللي بنجح فيه كلنا؟ الغلط المشترك فعلا اللي بنجح فيه كلنا، اولا تغيير كل شيء مره واحده. تبقى مقرر من جواك ان كل شيء او لا شيء، فبالتالي تبدا تضغط نفسك، وان وجعت تدخل في دايره احباط. ثانيا، بتكون حاطط على نفسك توقع مثالي، توقع متكامل انك هتبدا تصنع الشيء ده في يومك او توقفه، وخلاص انا من اللحظه دي هبدا اكون مثال. فتبدا برضه تحط نفسك في دايره احباط ودايره ضغط واحساس انك فاشل وانك ضعيف. فالحل انك تبدا تصنع عاده واحده يوميا صغيره، تدريجيا مع الاستمرار هتتغير فيها. ولو عليك شويه اهداف مثلا عايز تخلصهم، فلا قسمهم واحدة واحدة، تبدأ تاخد على الوضع، وما تضغطش نفسك على الحاجات اللي انت المفروض تعملها. وحاول تسيب لنفسك فراغ للخطأ وللتعلم من الخطأ. مفيش حد بيفضل دايما صح، كله بيقع وكله بيغلط، ولكن اللي بيفرق هنا هو اللي يعرف يدرك غلطه ويتعلم منه، وانه يدرك انه ليه ما قدرش يتغير في الحاجه دي. انه مثلا حاول يعملها كلها مره واحده، حاول يوقفها كلها مره واحده. فالمفروض الواحد لما يدرك غلطه ويتعلم منه، مش يحبط ويبدا يجلد نفسه ويقسو على نفسه. سادسا، التغير الحقيقي فعلا بيبدأ من حتة مختلفة. محمد هنا كان بيحاول يغير عاداته، بس كان بيحس بالنفوذ، لأن من جواه كان شايف نفسه إنه شخص كسول، وكل محاولاته كانت بتفشل. واللي كان بيحصل إنه كل محاولاته كانت بتتعارض مع الهوية الداخلية بتاعته. فالمفروض محمد هنا كان يغير صورته تدريجيا، والمفروض يكون عارف إن كل عادة صغيرة بتبني هوية جديدة جواه، وإنه المفروض يكون عارف إزاي يتصالح مع نفسه ويتقبل أخطاء نفسه ويبدأ يصححها ويحاول فيها تاني. فهنا مشكلته ما كانتش في السلوك، مشكلته كانت في الصورة اللي شايفها عن نفسه من جوه. فبالتالي أي محاولة تغيير سلوك بدون تغيير الفكرة اللي هو واخدها عن نفسه بتفشل. فالمفروض تكون عارف ان التغيير الداخلي بيمهد الطريق للانجاز، ولانك تبدا تتغير، انك تبدا تغير فكرة انا كسول وتبدا تغير الفكرة الداخلية عن نفسك. سابعا، معظم الناس بتجف بسبب استعجالهم على النتيجة. فالحل اللي المفروض واحد يصنع عادة صغيرة يوميا يستمر عليه، وانه ياخد خطوة واحدة بس صغيرة النهاردة. فعزيزي المشاهد، المفروض كده تكون شوف ازاي التغير الحقيقي مش بس تصرفات، لا دي صورة نفسك اللي محتاجة تتغير خطوة بخطوة. ودلوقتي دورك انك تروح تبدأ بخطوة صغيرة وما تستعجلش على النتيجة، وخلي كل يوم محسوب. ولو طبقت الخطوات اللي اتكلمنا عنها هتبدأ تتغير وتحس بالفرق بنفسك. وصدقني، محمد اللي بدأ النهاردة هيكون أحسن نسخة من نفسه بكرة. فلو استفدت من الفيديو ياريت تنزل تحط تعليق إيجابي ولايكك الجميل والاشتراك علشان توصلك كل فيديوهاتنا الجاية إن شاء الله. أشوفك في الفيديو الجاي على خير. كان معك محمد، سلام.